السلام عليكم. انا فايزه عبد الله. القناه بتاعتي سفره فايزه. هقدم لكم بقى القرنبيط. طالما ظهر القرنبيط يبقى الاكل الشتوي، فهعمله لكم دلوقتي بطريقه حلوه جدا ومقرمشه قوي. هيعجبكم. بصوا سر القرمشه بتاعته زي ما يكون كنتاكي. بصوا الكفر بتاعه. وطبعا احنا عارفين فوائد القرنبيط. حلو جدا يا جماعة. هقدمه لكم دلوقتي وهنزل لكم المقادير في صندوق الوصف. هبدأ دلوقتي طبعا غسيل القرنبيط الأول كويس قوي وسلقه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهبدأ دلوقتي معاكم بالقرنبيط. هبدأ معاكم دلوقتي يا جماعة بالقرنبيط المقرمش. آه، القرنبيط نجيبه طبعا تكون القرنبيطة نظيفة وبيضة، وبيتقطع زي ما احنا شايفين كده. هون بيبقى عبارة عن زهرات كده وحدات. اوكي، تبقى متوسطة، دي كمان كبيرة. يعني انا بحبه يكون صغير عشان الواحد يقدر ياكله بالشوكة، او تبقى وحدات صغيرة. هنبدأ دلوقتي نسلقه. المية تكون سخنة، احط فيها الملح، احط معلقة كركم صغيرة، احط كده وحدات القرنبيط. يتسلق حوالي زي 8 دقايق، مش عايزة اكتر من كده علشان ما يستويش او ما يتهريش. مش عايزاه يبقى طري كده. هطلعه عشان مش عايزاه يستوي اكتر من كده. واشطفه على طول في ميه ساقعه عشان اوقف عمليه السوى. يعني زي اللي ايه، بديله صدمه كده، ما يبقاش يعني السخونيه ما تسويهوش قوي. اوكي، ابدا دلوقتي المرحله التانية بتاعه القرنبيط. احط الاول الاتنين بيض. اوكي، اضربهم كويس وعليهم طبعا ملح وفلفل كده. احط بابريكا، جنزبيل، اوكي، توم باودر، بصل باودر، كمون، اوكي كده. في السليق يا جماعه انا طبعا وانا بسلق حاطه طبعا الملح وحطيت كمون معاه، عشان ممكن ان انا اكون نسيت ان انا اقول ان انا حطيت كمون. نضرب كده، بعدين نحط الدقيق. دي كوبايه دقيق، نضربها كويس. ونحط اللبن. يعني دي التركه بقى بتاعته. نحط اللبن حسب الكميه اللي احنا ممكن ان احنا ناخدها. عايزه تحطي ميه مفيش مشكله، عايزه تحطي لبن وميه برضه مفيش مشكله. اوكي، نحط معلقتين نشا. اوكي، نحط معلقتين النشا. اوكي، معلقه بيكنج باودر كده. احط شويه خضره. تحطي بقى بقدونس، تحطي كزبره خضراء. هعمل جزء من الخلطه كده. احط عليه معلقتين نشا، معلقه بيكنج باودر، واحط عليه التوابل. ده مش كل القرنبيط اللي انا هعمله احطه في الدقيق بنفس الطريقه. يعني شويه هعملهم كده واحطهم زي طريقه الفراخ اللي هي كنتاكي او اللي هي الكريسبي. اوكي، احط بقى عليهم التوابل. بصل باودر، توم باودر، فلفل اسمر، ملح، كمون، بابريكا. اوكي،
انا هحط القرنبيط كده في الخليط كده اللي انا عاملاه. اوكي، بس ان احنا نمسكه كده عشان ما نوسخش ايدينا واحنا بنقلي. اوكي، امسك كده بدي واحطه في الزيت يكون طبعا ساخن. بصوا اللون بتاعه، اللون الذهبي، انا مش عايزاه يتحمر عن كده ومش عايزاه يبقى افتح من كده. نطلعه. بصوا اللون بتاعه، نحطه بقى على مناديل مطبخ عشان يتصفى الزيت. بصوا يا جماعه، انا هعمل دلوقتي، هحط شويه بعد الخلطه ما عملتها كده، هنعمل شويه كده زي الفراخ اللي هي الكنتاكي، نحطها كده وبعد كده نروح حاطينها في الزيت. اوكي، ده جزء كده بنعمله بالطريقه دي. بصوا ده الجزء اللي انا عملته بالدقيق بعد الخلطه. اوكي، بصوا القرمشه بتاعته، مش عارفين ده الحقيقه فراخ ولا ده قرنبيط.